تذكار تجلي السيدة العذراء مريم على قباب كنيستها في الزيتون. القصة بدأت يوم الثلاث 2 إبريل سنة 68 لما شاف عامل الجراج اللي قدام الكنيسة واحدة واقفة فوق القبة، وفضل ينادي عليها كتير: يا ستي انزلي، يا بنتي انزلي، لأنه قبلها بشهور حصلت واقعة إن واحدة رمت نفسها من سطح المدرسة اللي قريب من الكنيسة، ولأنه كان نفس العامل اللي شاف الواقعة دي خاف تتكرر نفس الحادثة، لكن اللي شافه المرة دي كان مختلف. واحدة واقفة فوق القبة مش بتتحرك وحواليها نور كتير، والوهلة كده ركز وصرخ وقال: دي ستنا مريم، دي ستنا مريم، وبدأ ينادي لكل الناس. الظهور كان مختلف وما استمرش لأيام ولا شهور، لكن فضل أكتر من 2 سنين. شافوا ناس من كل العالم، والبابا كيرلس أصدر بيان اتنشر وقتها في كل الجرايد، والرئيس جمال عبد الناصر راح بنفسه وشاف الظهور، وبعدها أهدت الحكومة أرض الجراج للكنيسة واتبنت عليه الكنيسة الكبيرة. التجلي كان ظهور السيدة العذراء مريم واقفة بطولها أو بتنحني قدام الصليب، أو ظهر سرب حمام أو نور حوالين القبة وريحة بخور شموه وشافوا كل الناس. شكرا يا أمي لأنك دايما حاسة بينا، بتطمنينا بالرغم من الظروف الصعبة، بتكوني معانا وبتطبطبي وبتداوي وبتمدي إيديكي.